السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا طلاب تالتة اعدادي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة طبعا زي ما انتوا شايفين كده، النهاردة عاملين مراجعة على الوحدة التالتة اللي هي الكون والنظام الشمسي. تمام، وانا لخصت لكم الوحدة على هيئة نقاط، ولخصت لكم برضو الجزء بتاع النظريات. فركزوا معايا كده واحدة واحدة، وإن شاء الله الوحدة هتبقى سهلة معاكم، علشان في ناس كتير قوي بعتت لي وقالت لي إن الوحدة فيها صعوبة وإن انتوا مش عارفين تذاكروها بسبب إن هي كتيرة وفيها كلام كتير. فأنا حاولت على قد ما أقدر إن أنا أطلع لكم الكلام اللي ممكن يجي في الأسئلة. تمام، الكلام اللي هو ممكن يكون موضع أسئلة عندنا. عايزة أقول لكم إن التلخيص ده على فكرة برضو كبير مش صغير، يعني هما كذا صفحة، مش صفحة واحدة ولا اتنين ولا تلاتة، لأ هما أكتر من 3 صفح، ولكن هيفرقوا معاك جدا لو أنت فهمتهم معايا كويس جدا وكل كلمة أنا بقولها فهمتها. هتلاقي إن الوحدة دي بقت معاك سهلة جدا جدا، وأي سؤال هيقابلك عليها هتعرف تحله بكل سهولة. فنبدأ كده مع بعض. أول حاجة بتعريف الكون. هنبدأ بتعريف ايه؟ تعريف الكون. يعني ايه كون اصلا؟ انا كاتبالك ان الكون هو الفضاء الممتد الذي يحتوي على المجرات والنجوم والكواكب والاقمار والكائنات الحية وكل الخليقة. يبقى ايه تعريف الكون؟ بص يا سيدي، الكون هو، يعني انت دلوقتي انت مش بتشوف في السماء عندنا بتشوف نجوم؟ بتشوف نجوم صح؟ بتشوف القمر، بتشوف القمر. تمام، فالنجوم والأقمار دي من ضمن الكون اللي عندنا. الفضاء، السماء اللي انت بتشوفها دي ايه؟ ده الفضاء بتاعنا. يبقى هو الفضاء الممتد الذي يحتوي على المجرات والنجوم والكواكب والأقمار والكائنات الحية وكل الخليقة. يعني احنا لو هنعرف الكون، الكون ده هو اللي فيه كل حاجة على سطح الأرض. يعني كل حاجة انت بتشوفها على الأرض ده كده بنقول عليه كون. كل حاجة بتشوفها من كائنات بقى، من حيوانات، من نجوم، من كواكب، من مجرات، تمام، من أقمار، كل دي حاجات عندنا في الكون. فأنا لما أجي أعرف الكون، هو الفضاء الممتد الذي يحتوي على المجرات والنجوم والكواكب والأقمار والكائنات الحية وكل الخليقة. يقصد هنا بكل الخليقة يعني أي حاجة موجودة عندك على سطح الأرض، تمام، او موجوده عندك عموما، يعني مش اللي هو على سطح الارض بس، لان احنا الارض دي يعتبر كوكب من الكواكب. تمام، لكن هو قال لك والكواكب كلها، يعني كل الكواكب اللي عندنا دي حاجه برضو من ضمن الايه؟ الكون. تمام، فاي حاجه في الكون، اي حاجه بقى ربنا خلقها دي بنقول عليها تعريف الكون. تمام، فهنبدا ندخل بقى على كام نقطه كده مهمين عندنا. اول نقطه وهي وحده بناء الكون هي المجره. وحدة بناء الكون هي المجرة، يعني الحاجة الصغيرة اللي بيتكون منيها الكون هي المجرات. الحاجة الصغيرة اللي بيتكون منيها الكون هي ليه؟ المجرات. يبقى مين وحدة بناء الكون؟ هي المجرة أو المجرات. دي أول نقطة، إن وحدة بناء الكون هي المجرات. تاني نقطة، إن الكون فيه حوالي 100,000 مليون مجرة. يعني الكون بتاعنا ده فيه حوالي 100,000 مليون مجرة. الرقم ده مهم لازم نحفظه. يبقى الكون عندنا فيه كام؟ فيه 100,000 مليون مجرة. 100,000 مليون ايه؟ مجرة. المجرات دي بقى عبارة عن ايه؟ يعني احنا عرفنا ان الكون بيتكون من مجرات. طب المجرات دي عبارة عن ايه؟ المجرات بيقولك المجرات عبارة عن مجموعات النجوم التي تدور معا في الفضاء الكوني بتأثير الجاذبية. ايه هي المجرات؟ هي عبارة عن ايه؟ نجوم. يعني انا عندي شوية نجوم وشوية نجوم وشوية نجوم كونوا لي مجموعات نجوم، فكونوا لي حاجة اسمها المجرة. يعني المجرة اصلا اساس تكوينها هو ليه؟ النجوم. يعني النجوم مع بعض لما بتتجمع بتدينا ايه؟ مجرات، والمجرات مع بعض لما بتتجمع بتدينا الكون. بيقول لي إن تعريف المجرات هو عبارة عن مجموعات النجوم التي تدور معا في الفضاء الكوني. بيقول لك إن النجوم دي بتدور مع بعض، بتدور بتأثير إيه؟ بتأثير الجاذبية. يعني اللي بيخلي النجوم
تدور عندنا في الفضاء هو تأثير الجاذبية. يبقى احنا عرفنا كده 3 نقاط. أول نقطة قلنا إن وحدة بناء الكون هي المجرة. بعد كده قلنا إن الكون بيتكون من حوالي 100,000 مليون مجرة. بعد كده قلنا إن المجرات عبارة عن مجموعات النجوم اللي بتدور مع بعض في الفضاء بتأثير الجاذبية. في بقى حاجة مهمة، وهي إن كل مجرة ليها شكل مميز. يعني إيه كل مجرة ليها شكل مميز؟ يعني مش كل المجرات اللي عندنا في الكون شكلها واحد. مش كل المجرات اللي عندنا في الكون شكلها واحد، كل مجرة ليها شكل معين. طب المجرة اللي احنا عايشين فيها يا مس اسمها ايه؟ المجرة اللي احنا عايشين فيها ليها اسمين. ليها كم اسم؟ 2. يا إما بنقول عليها مجرة الطريق اللبني أو بنقول عليها مجرة درب التبانة. يبقى أنا عندي تعرف مجراتنا في الكون باسم، يعني المجرة اللي احنا البني آدمين بنعيش عليها أو الكائنات الحية عموما بتعيش عليها اسمها ايه؟ اسمها مجرة الطريق اللبني أو مجرة درب التبانة. طب ليه بنسميها بدرب التبانة؟ يعني هنا مجرة درب التبانة، احنا ليه بنسميها بمجرة درب التبانة؟ لما يجي سؤال على الجزئية دي ويقول لي علل تسمى مجرة درب التبانة بهذا الاسم، علل ليه؟ هقول له لأن تجمع النجوم بها بيشبه التبن المبعثر. لأن تجمع النجوم بها يشبه التبن المبعثر. يعني إيه تجمع النجوم بها بيشبه التبن المبعثر يا مس؟ دلوقتي إحنا مش قلنا إن أي مجرة هنا أهو، قلنا إن أي مجرة بتتكون من مجموعات نجوم. أي مجرة بتتكون من مجموعات النجوم، تمام؟ فهنا المجموعات اللي بتتكون منها المجرة بتاعتنا عبارة عن نجوم بس كأنها، شفتوا التبن ده لما بيبقى مبعثر كده في الأرض، يعني مبعثر يعني إيه؟ مرمي في كذا حتة، يعني هو مش كله مثلا متجمع في حتة واحدة، لأ هو في كذا حتة ومنتشر إيه؟ على مثلا على الأرض أو منتشر على أي حاجة مثلا أنا هرميها عليه، تمام؟ فانا عندي بيقول لك ان النجوم دي، يعني لو انا افترضت مثلا، شفتوا يعني ادي اهو، لو عملت نقط كده هنفترض ان النقط دي هي النجوم. النقط دي هي ليه النجوم؟ شايفين كده النقط دي؟ شايفين اهي النقط دي؟ فهو بيقول لك ان النجوم بتبقى مبعثرة زي التبن المبعثر. النجوم بتبقى مبعثرة زي ليه؟ التبن المبعثر، يعني التبن المكبوب، يعني كأنك انت كبيت حاجة والحاجة دي ايه؟ انتشرت في كل المكان اللي انت فيه. فعشان كده بيقول لك هنا مجرة درب التبانة بنسميها بالاسم ده ليه؟ عشان تجمع النجوم بها بيشبه التبن المبعثر، بيشبه التبن الايه؟ المبعثر. نيجي بقى لحاجات مهمة بقى لازم نعرفها في الوحدة دي، وهي ان احنا دلوقتي قلنا ان احنا عايشين على مجرة درب التبانة. احنا او المجرة بتاعتنا احنا اللي فيها الكوكب بتاع الارض اسمها مجرة درب التبانة او مجرة الطريق اللبني. بيقول لك مجرة درب التبانة من المجرات الحلزونية، من المجرات الحلزونية، او ممكن نقول عليها مجرات لولبية، مجرة لولبية أو حلزونية. يبقى عشان السؤال ده بيجي كتير في الأسئلة وجه خصوصا في أسئلة المحافظات، مجرة درب التبانة أو المجرة اللي احنا عايشين فيها، تمام، اللي هي مجرة الطريق اللبني أو مجرة درب التبانة، دي من ضمن المجرات اللي شكلها بيبقى حلزوني أو لولبي، تمام. يبقى دي من ضمن المجرات الحلزونية أو اللولبية، يبقى شكلها ايه؟ حلزوني أو لولبي. عشان يجي سؤال يقول لي مجرة درب التبانة من المجرات البيضاوية، صحح ما تحته خط. لا، أقول له غلط، مش البيضاوية، من المجرات الحلزونية أو اللولبية. أو يجي في الإخطر يقول لي مجرة درب التبانة من المجرات بيضاوية، حلزونية، مستطيلة، معرفش ايه، ويحط لي أي كلام. لا، يبقى أنا عارف إن المجرة درب التبانة دي من المجرات الحلزونية. هنتكلم دلوقتي على نجم الشمس. نجم الشمس ده بيقولك هو أحد النجوم التي تقع في إحدى الأذرع اللولبية للمجرة. دلوقتي إحنا المجرة بتاعتنا هي مجرة درب التبانة، صح؟ مجرة درب التبانة دي ليها أذرع. ليها إيه؟ ليها أذرع. الأذرع بتاعتها موجود فيها نجم نجم الشمس. الأذرع بتاعتها موجود فيها إيه؟ نجم الشمس. يبقى أنا عندي مجرة درب التبانة فيها أذرع، تمام. مجرة درب التبانة أو المجرة الحلزونية، تمام. المجرة الحلزونية أو اللولبية دي فيها أذرع. الأذرع دي هنلاقي فيها إيه؟ نجم الشمس.
تمام كده؟ تمام. يبقى نجم الشمس موجود فين؟ موجود في إحدى الأذرع اللولبية للمجرة. موجود فين؟ في إحدى الأذرع اللولبية لمجرة مين؟ المجرة اللي هي مجرة درب التبانة، أو بنسميها مجرة الطريق اللبني. نيجي بعد كده للنظام الشمسي. ما هو النظام الشمسي ده اللي هو تبع نجم الشمس. النظام الشمسي تبع مين؟ نجم الشمس. النظام الشمسي ده موجود فين؟ موجود في إحدى الأذرع اللولبية للمجرة بتاعتنا اللي هي مجرة درب التبانة. تمام، عشان ما نتوهش من بعض. يبقى النظام الشمسي موجود فين؟ موجود في الأذرع اللولبية بتاعة مجرة درب التبانة. موجود فين؟ في الأذرع اللولبية بتاعة مجرة إيه؟ درب التبانة. اهو بيقولك ايه؟ يوجد على حافة المجرة في إحدى أذرعها الحلزونية أو اللولبية. ده مين؟ اللي هو النظام الشمسي. يقصد هنا بالنظام الشمسي اللي هو أصلا عبارة عن نجم الشمس والثمان كواكب اللي بيدوروا حواليها. نجم الشمس والثمان كواكب اللي بيدوروا حواليها. يعني يقصد هنا بالنظام الشمسي إن الشمس موجودة في أحد الأذرع اللولبية وبيدور حواليها الإيه؟ الثمان كواكب بتوعها. هنقول إيه بقى عن النظام الشمسي، أو المفروض إحنا نعرف إيه؟ بيقولك يحتوي على نجم واحد وهو الشمس ويدور حوله 8 كواكب. لما يقول لي سؤال والسؤال ده مهم وجه في امتحانات محافظات، بيحتوي النظام الشمسي على كام نجم؟ النظام الشمسي فيه كام نجم؟ في نجم واحد بس اللي هو نجم الشمس. في نجم واحد بس، مش ناس تروح تكتب لي في 4 نجوم، في 8 نجوم، تفتكر ان الكواكب دي هي النجوم اللي موجودة في النظام الشمسي. لا، هو النظام الشمسي في نجم واحد فقط. نجم واحد ايه فقط؟ وهو الشمس. هو ليه الشمس؟ الجزئية دي مهمة جدا. يبقى أنا عندي النظام الشمسي بيحتوي على نجم واحد هو الشمس ويدور حوله 8 ايه؟ 8 كواكب. تمام. يقول لك تدور الشمس وما حولها من كواكب حول مركز المجرة. دلوقتي انا عندي المجرة اهي، وقلنا ان في الاذرع بتاعتها اللولبية موجود عندنا النظام الشمسي اللي هي الشمس والكواكب اللي بتدور حواليها. فده كله اللي هو الشمس والكواكب بيدوروا حوالين مركز المجرة. النقطة اللي بعد كده واللي لازم نعرفها، ودي برضو نقطة مهمة وبتيجي في الامتحانات، وهي ان الشمس عشان تدور حوالين مجرة درب التبانة دورة واحدة. الشمس عشان تدور حوالين مجرة درب التبانة دورة واحدة، ونركز مع بعض، عشان تدور دورة واحدة. تمام. يعني الشمس عشان تدور، مش احنا دلوقتي قلنا ان الشمس والكواكب بيدوروا حوالين ايه؟ مركز المجرة اللي هو مجرة درب التبانة. تمام. فالشمس بتاخد قد ايه؟ بتستغرق قد ايه عشان تدور دورة كاملة هي والكواكب؟ بيقولي بتستغرق حوالي 220 مليون سنة. 220 مليون ايه سنة. الشمس بتستغرق قد ايه عشان تدور دورة واحدة حوالين مجرة درب التبانة؟ بتاخد 220 مليون سنة. الرقم ده مهم وبيجي في الامتحانات. دلوقتي احنا ممكن نلخص كل اللي احنا قلناه في الجزئية دي. شايف الجزئية دي؟ هنلخص فيها اللي احنا قلناه في الصفحة اللي قبليها. دلوقتي احنا عندنا الكون بيتكون من ايه؟ من مجرات. الكون بيتكون من اعداد هائلة من المجرات. طب المجرات دي منيها المجرة بتاعتنا اللي بنسميها مجرة درب التبانة. تمام. طب مجرة درب التبانة دي مين اللي موجود في الأذرع بتاعتها؟ قلنا بيقع في إحدى أذرعها المجموعة ليه؟ الشمسية. المجموعة ليه؟ الشمسية أو النظام الشمسي. النظام الشمسي ده بيضم ايه؟ بيضم كوكب الأرض اللي احنا عايشين عليه، اللي بنسميه بكوكب الحياة، لأن هو الكوكب الوحيد اللي فيه حياة. يبقى تاني مع بعض، أنا عندي الكون بيتكون من ايه؟ من مجرات. المجرات دي منيها المجرة بتاعتنا اللي اسمها مجرة درب التبانة. مجرة درب التبانة دي مين اللي موجود في إحدى الأذرع بتاعتها؟ مجموعتنا الشمسية أو نظامنا الشمسي. النظام الشمسي ده بيضم مين؟ بيضم كوكب الأرض اللي هو كوكب الحياة. بيقول لي إيه؟ لا تقاس المسافات بين الأجرام السماوية اللي هي النجوم بوحدة الكيلو متر، بل بوحدة السنة الضوئية. يعني إيه؟ بيقول لي دلوقتي أنا عندي النجوم طبعا بعيدة عن بعض خالص. المسافات اللي ما بين كل نجمة والتانية بتبقى مسافات ايه؟ مسافات كبيرة شاسعة جدا. فعشان كده احنا ما بنجسهاش بوحدة الكيلو متر. طب امال بنجسها بايه يا مس؟ بنجسها بحاجة اسمها السنة الضوئية.
بنقيسها بحاجة اسمها ايه؟ السنة الضوئية. يبقى لا تقاس المسافات بين الأجرام السماوية، يقصد بالأجرام السماوية اللي هي النجوم. بيقول لك إن المسافات ما بين النجوم ما بتقاسش بوحدة الكيلو متر، وإنما بتقاس بإيه؟ بالسنة الضوئية. طب علل ليه؟ لأن المسافات بين النجوم أو الأجرام السماوية شاسعة جدا. يعني إيه شاسعة جدا؟ يعني مسافات كبيرة جدا أو واسعة جدا، فعشان كده ما ينفعش نقيسها بإيه؟ بالكيلو متر، إحنا بنقيسها بالسنة الإيه؟ السنة الضوئية. في ملحوظة بقى مهمة ودي بتيجي في الامتحانات، وهي الاتساع المستمر للفضاء الكوني. يعني ايه اتساع مستمر للفضاء الكوني؟ دلوقتي احنا عندنا الفضاء بتاعنا، الفضاء الكوني بتاعنا في اتساع مستمر. يعني ايه في اتساع مستمر برضو يا مس؟ يعني هو مش زي ما هو، يعني هو في تغيرات بتحصل فيه، في اتساع بيحصل فيه، يعني هو كل شوية بيكبر. الفضاء بتاعنا بيكبر. طب بيكبر ليه؟ او ده بيرجع لايه؟ ده بيرجع بيقولك بسبب الحركة المنتظمة للمجرات، بسبب الحركة المنتظمة لايه؟ للمجرات. يبقى لما يقول لي بيرجع الاتساع المستمر للفضاء الكوني بسبب، ويحط لي نقط اكمل، هقول له بسبب ايه؟ الحركه المنتظمه للمجرات. يعني انا عندي المجرات مش ثابته، المجرات بتتحرك وبتتحرك حركه منتظمه، فلما بتتحرك وبتبعد المجرات عن بعض فبيحصل عندي ايه؟ اتساع مستمر في الفضاء الكوني. عندي المجرات لما بتتحرك وبتتحرك حركه منتظمه بتبعد عن بعض، المجرات بتبعد عن بعض، فلما المجرات تبعد عن بعض ايه اللي بيحصل في الفضاء الكوني؟ برضو الفضاء الكوني بيحصل له اتساع، يعني بيوسع. تمام؟ تمام. دي الملحوظة اللي ايه؟ اللي احنا عايزين نركز عليها. بيرجع الاتساع المستمر للفضاء الكوني بسبب الحركة المنتظمة للمجرات. هندخل دلوقتي على تفسير نشأة الكون. عايزين نعرف بقى ازاي نشأ الكون بتاعنا ده. عايزين نعرف ايه؟ ازاي الكون نشأ. تمام؟ انتوا دلوقتي عارفين ان اصلا لما الكون نشأ ما كانش فيه حد موجود، صح ولا ايه؟ لان اصلا يعني كان لسه هو الكون لسه ما نشأ، فطبيعي ربنا لسه يعني ما حطش بني ادمين عليه. تمام؟ فما كانش فيه حد ايه على الكون عشان يفسر لنا الكون ده ازاي نشأ، او عشان يشوف اللي حصل وقتها ويعرف لنا الكون ده ازاي نشأ. ولكن بيقول لك ايه؟ بيقول لك رغم انه لم يكن احد موجود عند نشأة الكون، الا ان الاكتشافات الحديثة في علمي الفيزياء والفلك مكنت العلماء من ذلك. يعني اللي خلانا نعرف تفسير نشأة الكون هي الاكتشافات الحديثة في علم ايه وايه؟ علم الفيزياء وعلم الفلك. علم الفيزياء والايه؟ والفلك هم اللي عرفونا النشأة بتاعة الكون، او عرفونا الكون بتاعنا نشأ ازاي. انا عندي مين اللي عرفنا الكون نشأ ازاي رغم ان ما كانش فيه حد موجود عند نشأة الكون؟ اللي عرفنا هو الاكتشافات الحديثة في علمي الفيزياء والفلك، عشان دول بيجوا في الأسئلة. يقول لك الاكتشافات الحديثة تبع علم ايه وايه؟ علم الفيزياء والفلك، هم اللي عرفونا نشأة الكون. هندخل دلوقتي على نظرية الانفجار العظيم. نظرية الانفجار العظيم دي هي أساس نشأة الكون. يعني الكون نشأ ازاي؟ نشأ بسبب نظرية الانفجار العظيم. هنعرف حاجتين على نظرية الانفجار العظيم. أول حاجة وهي إن في نظرية الانفجار العظيم كان عندنا الكون أصلا في الأول خالص كان عبارة عن كرة غازية ضئيلة الحجم جدا ومرتفعة في الضغط ودرجة الحرارة. تمام؟ ايه اللي حصل بقى للكرة دي؟ يعني احنا عندنا كرة غازية ضئيلة الحجم ومرتفعة في الحرارة ومرتفعة في الضغط. اللي حصل للكرة دي ان هي انفجرت. اللي حصل للكرة دي ايه؟ انفجار. يبقى حدث لهذه الكرة انفجار. ناصرت في الفضاء وتبعه عمليتي تمدد وتغير. يبقى اللي حصل ايه؟ ان احنا كان عندنا كرة غازية ضئيلة الحجم جدا ومرتفعة في الضغط ودرجة الحرارة. حصل للكرة دي ان هي انفجرت وتناثرت في الفضاء، وحصل عندنا عمليتي تمدد. وده كده بالنسبة لنظرية الانفجار العظيم. هندخل دلوقتي على مراحل نشأة الكون منذ لحظة الانفجار العظيم. يعني دلوقتي مش حصل ان الكرة الغازية دي اللي هي مرتفعة الضغط ودرجة الحرارة حصل لها ان هي انفجرت وتناثرت في الفضاء،
فعايزين نعرف ايه اللي حصل بعد كده. يعني خلاص هي انفجرت وتناثرت في الفضاء وبقت على هيئة أجزاء متناثرة في الفضاء. ايه اللي حصل بعد كده، او ازاي اتكون الكون، او ازاي نشأ الكون؟ ده اللي احنا هنعرفه في الجزء ده، هو مراحل نشأة الكون منذ لحظة الانفجار. فأول مرحلة معانا وهي اللي بعد أصلا على طول ما حصل الانفجار، يعني بعد مرور عدة دقائق، يعني بعد ما حصل الانفجار بكم دقيقة كده. ايه اللي حصل بقى؟ بيقولي أصبحت درجة الحرارة 10,000 مليون درجة مئوية. أصبحت درجة الحرارة 10,000 مليون درجة مئوية. أول مرحلة معانا واللي هي بعد مرور عدة دقائق. إيه اللي حصل بعد مرور عدة دقائق؟ بيقولي أصبحت درجة الحرارة 10,000 مليون درجة مئوية. وحصل إن أنا عندي دلوقتي، مش إحنا قلنا لما انفجرت الكرة الغازية بقت عبارة عن أجزاء، الأجزاء دي بقت فين؟ موجودة في الكون. فتلاحمت الجسيمات، الأجزاء دي اتلاحمت وكونت لنا سحبا من غازي الهيدروجين والهيليوم بنسبة 75% ل25%. الجزء بتاع الغازين دول مهم جدا جدا وموضع أسئلة كتير في امتحانات المحافظات اللي قبل كده. ايه الغازين اللي اتكونوا بعد مرور عدة دقائق من الانفجار العظيم؟ يعني غاز الهيدروجين والهيليوم، ونحفظهم بالنسب بتاعتهم، يعني ده 75 وده 25. انا كل اللي عايزاك تعرفه في الجزء ده بتاع بعد مرور عدة دقائق من الانفجار العظيم ان تكون عندنا غازين، الغازين دول اللي هما الهيدروجين والهيليوم، وكانوا بنسبة 3:1. يعني الهيدروجين نسبته 3 مرات قد الهيليوم. الهيدروجين نسبته 75% والهيليوم نسبته 25%، لأن الاتنين دول أو الغازين دول بيجوا في الأسئلة بتاعت المحافظات كتير بالنسبة للجزء ده. يعني الجزء ده مهم في ايه؟ مهم في النسب بتاعت الهيدروجين والهيليوم، ان انت تحفظ لي الهيدروجين نسبته قد ايه والهيليوم نسبته قد ايه، والاتنين بالنسبة لبعض نسبتهم قد ايه. تمام. طب ايه اللي حصل بقى بعد كده؟ خلاص احنا عرفنا ان اول حاجة تكون عندنا ايه؟ تكون عندنا غازين الهيليوم والهيدروجين. نيجي بعدين حصل ايه في المرحلة التانية؟ المرحلة التانية دي كانت بعد 1000 مليون سنة. المرحلة التانية كانت بعد كام؟ بعد 1000 مليون سنة. ايه اللي حصل طيب؟ اللي حصل ان اتجمعت المادة في صورة كتل. تجمعت المادة في صورة ايه؟ كتل. هي الاول كانت عبارة عن اجزاء متناثرة في الفضاء، فبدأت ان هي تتجمع وكونت لي ايه؟ كونت لي كتل. تمام. ده بعد ايه؟ بعد 1000 مليون سنة. المرحلة اللي بعد كده كانت بتتراوح من 2000 ل 3000 مليون سنة. كانت بتتراوح من كام؟ من 2000 ل 3000 مليون سنة. طب ايه اللي حصل في المرحلة دي يا مس؟ اللي حصل في المرحلة دي ان خلاص الكتل دي بدأت ان هي تتحول لأسلاف مجرات. الكتل دي تحولت لأسلاف مجرات أو كونت لي أسلاف المجرات. المرحلة اللي بعديها كانت بعد حوالي 3000 مليون سنة. كانت بعد كام؟ 3000 مليون سنة. إيه اللي حصل؟ دلوقتي أسلاف المجرات دي هي حاجة أصغر من المجرات، فبعد 3000 مليون سنة بدأت تتشكل عند المجرات بالأشكال اللي هي فيها حاليا. بدأت تتشكل المجرات. يبقى من 2000 ل 3000 مليون سنة اتكونت أسلاف المجرات. بعدين في المرحلة اللي بعد كده بعد 3000 مليون سنة بدأت تتشكل مين؟ المجرات. المرحلة اللي بعد كده كانت بعد 5000 مليون سنة. كانت بعد كام؟ 5000 مليون سنة. إيه اللي حصل بعد 5000 مليون سنة يا مس؟ اتخذت مجرة درب التبانة الشكل القرصي. يعني مجرة درب التبانة دي بدأت إن هي تتشكل وأخدت الشكل القرصي. يبقى اللي حصل بعد 5000 مليون سنة إن المجرة بتاعتنا اللي احنا عايشين فيها اللي فيها المجموعة الشمسية بدأت إن هي تتشكل وتديني الشكل القرصي بتاعها. بعدين المرحلة السادسة اللي هي بعد 10,000 مليون سنة. بعد كام؟ بعد 10,000 مليون سنة. يبقى هنا 5000 مليون سنة وهنا 10,000 مليون سنة. إيه اللي حصل؟ بيقولي ولد نجم الشمس والأرض وباقي الكواكب. يعني بدأ يتكون عندي نجم الشمس أو ظهر لنا نجم الشمس. تمام. والأرض وباقي
الكواكب اللي هي هنسميها ككل يعني المجموعة الشمسية. يعني المجموعة الشمسية اتكونت امتى، او النظام الشمسي اتكون امتى؟ اتكون بعد 10,000 مليون سنة. المرحلة السابعة بقى ايه اللي حصل فيها يا مس؟ المرحلة السابعة دي كانت بعد 12,000 مليون سنة. كانت بعد كام؟ 12,000 مليون سنة. ايه اللي حصل بعد 12,000 مليون سنة؟ بيقول لي بدأت ظهور أشكال الحياة الأولى على الأرض. انتوا عارفين ايه هي أشكال الحياة الأولى على الأرض؟ يعني الكائنات الأولية والبدائية والحاجات اللي هي قبل ما يظهر الإنسان أصلا. لو قال لي امتى ظهرت أشكال الحياة الأولى على الأرض؟ بعد 12 مليون سنة بعد الانفجار العظيم. تمام؟ طب المرحلة اللي بعد كده ودي آخر مرحلة عندنا اللي هي بعد 15 مليون سنة. إيه اللي حصل بعد 15 مليون سنة؟ خلاص ظهرت بقى عندنا الكون أو الحياة بالشكل اللي احنا عايشينه دلوقتي. أو بعد 15 مليون سنة ظهر الكون بشكله الحالي. احنا هنعيد عليهم تاني بسرعة عشان ما تبقاش تهت مني كده. بالنسبة للنظريات فاحنا هنشرحهم في فيديو لوحديهم منفصلين عشان تبقى مركز معانا وعشان الوقت بتاع الفيديو ما يطولش. تمام؟ فاحنا هنعيد على دول دلوقتي ونكتفي لحد هنا، والفيديو اللي بعد ده على طول هيكون فيه النظريات بتاعتنا اللي هما ال3 نظريات. نراجع كده بسرعة على مراحل نشأة الكون منذ لحظة الانفجار العظيم. عندنا كم مرحلة؟ عندنا 8 مراحل. هما في الكتابة تلاقيهم 9 بس أنا عملتهم لك هنا في 8. تمام؟ لأن أول مرحلة ملهاش لزوم اصلا وما فيهاش حاجه، يعني ملهاش لزوم ولا فيها كلام اصلا يتقال. تمام؟ فاول مرحله اللي هي بعد مرور عده دقائق من الانفجار، يعني اول ما الانفجار حصل بعد عده دقائق من الانفجار على طول ايه اللي حصل؟ قلنا ان درجه الحراره اصبحت 10,000 مليون درجه مئويه، وحصل ان تلاحمت الجسيمات اللي هي كانت متناثره دي وتكونت عندنا سحبا من غازي الهيدروجين والهيليوم. والهيدروجين كانت نسبته 75% والهيليوم 25%، فهم الاتنين نسبتهم لبعض 3:1. يعني الهيدروجين كد الهيليوم 3 مرات. تمام؟ ده اللي حصل فين؟ في المرحلة الأولى. المرحلة الثانية اللي هي بعد 1000 مليون سنة دي قلنا إن المادة اتجمعت بقت في صورة كتل. المرحلة اللي بعد كده كانت بتتراوح من 2000 ل 3000 مليون سنة، يعني في حدود الوقت ده أو الزمن ده. تمام؟ في حدود الوقت ده أو السنين دي اللي هي من 2000 ل 3000 مليون سنة اللي حصل؟ تكونت أسلاف المجرات. طب بعد كده ايه اللي حصل؟ بعد حوالي 3000 مليون سنة بدأت تتشكل المجرات دي، تتشكل وتاخد الأشكال بتاعتها. احنا مش قلنا ان كل مجرة ليها شكل مميز ومحدد ومختلف عن غيرها؟ فبدأت تتشكل بعد كام؟ بعد 3000 مليون سنة من الانفجار العظيم بدأت تتشكل عندنا المجرات. بعد كده اللي حصل اللي هو في المرحلة الخامسة اللي هو بعد 5000 مليون سنة اللي حصل ان المجرة بتاعتنا اللي هي مجرة درب التبانة بدأت تاخد الشكل بتاعها وبدأت ان هي تتميز للشكل القرصي. تمام؟ بعد كده المرحلة اللي بعد كده اللي هي بعد 10,000 مليون سنة اتولد عندنا نجم الشمس والأرض وباقي الكواكب اللي هو هنسميها أصلا النظام الشمسي أو مجموعتنا الشمسية. المرحلة السابعة إيه اللي حصل؟ المرحلة السابعة قلنا اللي هي بعد 12 مليون سنة اللي حصل إن بدأت تظهر عندنا أشكال الحياة الأولى على الأرض. وبعد 15,000 مليون سنة ظهر عندنا الكون بشكله الحالي اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. تمام كده احنا وصلنا لنهاية الفيديو مع بعض. اتمنى ان انا اكون قدرت افيدك حتى لو بمعلومات صغيرة، واتمنى ان انت لو عايز تلخص الدرس فتكتبه زي ما انا كتبته كده بالظبط وتلخصه بنفس الطريقة دي، وان شاء الله هيبقى سهل معاك وسلس جدا ومش هتلاقي فيه صعوبات. لو ذاكرته وحفظت المعلومات اللي فيه وفهمتها كويس هتلاقي الدنيا سلسة وسهلة والله ومفيش اي مشكلة في الدرس. بالنسبة للنظريات فانا هشرحهم في الفيديو اللي بعد ده وهنزلهم لك على طول بعد الفيديو ده. متنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب وتعرفوا كل زمايلكم. بس كده هتوحشوني لحد الفيديو الجاي.